لكن سأقول أمر، يعني هذه الرواية من أكثر الروايات سينيائية وعمق وهدم. الكاتب هنا يمارس بالرواية التفكيك. هذه الرواية تحاول أن تنفذ إلى المرويات الكبرى دكتور عادل، المرويات التاريخية، المرويات الأيديولوجية، المرويات الدينية. وراء هذه الرواية، وراء شخصيات هذه الرواية نصوص مغيبة. لن أتحدث عن ملخص الرواية، تحدثت عنه، لكن مفتاح الرواية الحقيقية المكان. وأي مكان؟ المنزل الدمشقي، سر الرواية هنا، وتحديدا في غرفة المستودع. هذه الغرفة وفي الصناديق وفي الرقم 12 لوحة و12 درجة تنزلنا على المستودع. وما علاقة الرقم 12 بالاثني عشرية الآن؟ وهذه الكتب الآن، الكتب المهمة جدا اللي انتهت الرواية بأنه ترك وصية لزوجته أن تنقل هذه الكتب لفرنسا. هذه الكتب شو قصتها؟ هذه من أخطر الكتب. هذا محور الرواية، هذا هدم ما هو يعني ميتافيزيقي. نشوف الكتب. منازل الإيمان واليقين للعلامة الشيخ واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء مين أستاذه؟ محمد بن الحنفي المرتبط به علي بن أبي طالب. نهج الحكمة وإبراء الذمة من أهل الفتنة والنقمة لعبد الله الراسبي. الخوارج، اربطوا لي إياها الآن مع داعش. فضيحة المعتزلة للراوندي. الراوندي ملحد وشكاك. هذه من الكتب التي غير مسموح الاطلاع عليها. اسكت عني. انت فضحت. اسكت عني. يعني اعري يا اكمل عاطف ولا خلاص يا واقف؟ عاطف. انا ما بعرف يعني. كلنا خدنا بالنا من الحاجات دي. لا يعني هذا نقد، هذا سيمياء، يعني هذا تفكيك. هذا تفكيك الآن، يعني مش المسألة يعني. نلاحظ شخصية هوزان، كردي وموحد ودرزي وسني. وهنا سأضيف أمر في تقنيات الرواية. أنتم تحدثتوا عن الشخوص، يعني أنا عندي 17 صفحة بقدرش أقرأها كلها، لكن سأشير إلى أشياء أغفلتموها. مارس تقنية التقمص في الكتابة. شخصياته هوزان، سارة، هناك نص موازي، نص شالاو. ليش وظف شالاو؟ كما أشار الدكتور عادل، لنقد الخطاب الثوري. شالاو هذا كان في الثورة في إيران لما قاموا دولتهم، ثم انتقل إلى طشقند، ثم نسيبه اللي نقد الثورة البلشفية، يعني الأنظمة الشمولية. شخصية شالاو كمان هذه يعني غريبة جدا. لاحظوا الأمر الدقيق جدا، كيف الوعي الثقافي عند هذا الكاتب. هذا الكاتب ذكي جدا يعني ومطلع. شالاو عنده تحول من القادرية السنية إلى النقشبندية. النقشبندية ترتبط بعلي بن أبي طالب على طول. هذا التحول عند شخصية، يعني انطلق من الطريقة القادرية أو الجيلانية أو الكيلانية إلى الطريقة النقش بندوي. هذا التوظيف الصوفي مسيس. في إشارة لده يا عاطف في النص. نعم، في إشارة واضحة، لأن بعض أبنائه انتقلوا إلى الشيعة. نعم. لاحظ أيضا قلت أن المكان الخطير هو المنزل.
وجود شخصية جميل بن يمين حييم. أنا أتحدث عن سيمياء الأسماء عنده، لأني أنا تقريبا يعني أتكئ على وظائف الشخصيات، على سيمياء الشخصيات، كيف بتشتغل الشخصية في الرواية عنده. حييم بن يمين حييم اللي غير حاله لعمر، يهودي الأصل، اعتنق الإسلام. وين كان قريب هذا من مين؟ لاحظ 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 كيف السرد عنده خطير جدا. هذا قريب من مسجد الشيخ محي الدين ابن عربي. ابن عربي. لكن شو المصيبة؟ أعلن إسلامه، لما مات شو صار فيه؟ لا حد دفنه ولا لا حد دفنه. لا اليهود قبلوه ولا والمسلمين يشكك في ضاع الزلمة، دفنوه بدون شاهد. لاحظ كيف الطمس المحو. طبعا الشخصيات اللي عنده يعني أسردها سريعا شوي. يعني الشخصية الرئيسية اللي هي هوزان، تحولات هوزان، والده شاهوز باران. لاحظوا حتى الأسماء، يعني شلاو لما أجته واحد سماها مريم والثاني سماها شمس. وليش سماها شمس؟ ما هي الشمس شعار الشعار الدولة الكردية، يعني شعار العلم. نعم العلم. نتالي أخت هوزان الصغرى، الملا مصطفى البرزاني، وتعاونوا مع عبد الكريم قاسم. هنا يعني سيظهر سؤال، هناك سؤال مهم جدا، ما بعرف دكتور عادل إذا أنك معي فيه، أنه حينما يتحول السرد إلى تاريخي، من يكتب الرواية؟ من يكتب الرواية؟ المروية حقيقية، المروية مكتوبة. يعني حينما انتقلوا من العراق إلى مهبات الدولة، ثم مع تدخل الاتحاد السوفيتي، ثم تدخل دول كبرى للقضاء على مشروع الدولة الكردية، ثم شتاتهم إلى هذا واقع، وشخصيات حقيقية، ليست شخصيات يعني لم يتعب فيها الكاتب، لكن دخولها هون لها دلالة. وكيف عودتهم أيضا، هذه العودة اللي انتقلت من طشقند إلى كييف، بعدين بالقطار إلى ثم بالباخرة اللي علامة على انهيار نظام هتلر، هذه الباخرة. ما أردت أن أقوله أن هذا الكاتب وأنت تتعامل مع هذه الرواية تحتاج إلى حفر، لأنه يريد أن يهدم وعي شكله المبصرون والسياسيون، ويريد أيضا يعني أن ينفذ إلى العمق الوعي الحقيقي اللي تشكل عند المعتزلة واصل ابن عطاء، ثم تحول الخطاب الثقافي العربي ما بين السحر والشعوذة وما بين في صندوقين. يعني هو نقد للثقافة العربية، وهذا يؤكد ما يؤكد ذلك هو حواره يعني مع كتب طه حسين، كونه أعمى أثار إشكالية كبرى حينما تعرض لكتاب في الشعر الجاهلي. الآن دكتور عاطف كمان كرر اسم طه حسين 25 مرة. أيوة، لكن هنا سأصحح معلومة يعني له، أنه بالنسبة للدكتور طه حسين، دكتور طه حسين في الشعر الجاهلي اتكى على مقولات مارغوليوس، لكن الإشكالية الكبرى اللي أثارها، يعني لو قلنا الشعر الأصل أو القرآن، طيب الوحي نزل على امرئ القيس معناته قبل ولا نزل؟ يعني هو مرحلة الشك، يعني هذه دكتور عادل مفهوم الوحي. ولذلك إذا هدم الشعر الجاهلي، ما هو هدم المقدس، بدك تفهم النص القرآني، إذا بدك تفهم النص المقدس بدك تفهم الشعر الجاهلي، تفسره عبر الشعر الجاهلي. طب إذا مارست الهدم أنت، إذا مارست الهدم للشعر الجاهلي، معناته أوريدي هزمت فكت النص المقدس بالضبط. يعني هذه هي المقاربة. على أي حال، أنا الحقيقة هون يعني في هناك مقتطفات بالسرد دائما، يعني أشار الدكتور عادل ثمة فرق بين السرد وبين الحكاية.
السرد فيها وجهة نظر الكاتب. يعني إذا أردت أن تقرأ السرد أنت، أي كتاب الوجود والسرد، يقول لك أن الكاتب بالسرد هو يقدم وجهة نظره. لاحظ في ثنائية توظيفه للظل، كلما غاصت به لحظات التأمل في ثنائية الظل والنور بعيدا يشعر أحيانا أن ظله لا يمكن أن تفهم الظل هون إلا في إطار الفكر الصوفي، علاقة الظل بالنور، وكيف أن الظل يسجد. يعني مفهوم الوجود أنه في ظل وفي حقيقة، هذه يعني لا يمكن أن تفهم عنده مفهوم الظل إلا عنده مرجعية صوفية في مفهوم الظل. ولذلك كل ظل رهن لجسده، وكل جسد رهن لظله. ثم يقول هذا الظل يتعدد حسب مواقع النور. هنا المرجعية الصوفية خالصة، يعني وتحديدا من عند ابن عربي. يعني هنا أحيل لابن عربي في مفهوم الظل. لاحظ في عنده فقرة وهو يواصل التأمل، هاي هما بالطائرة. لاحظوا كيف يعيد تقديم مفهوم الإله، هذه خطيرة جدا في السر. الآلهة مواصلا التأمل كيف يصغر العالم كلما ارتفعت الطائرة. ماذا يعني هذا أيضا فكر صوفي العلوم نحو السماء. انتابته فكرة الاقتراب من الله، هذا ما قيل له وهو طفل وتعلمه في الكتاب ومن قراءة القرآن أيضا، على أن الله جالس على عرشه الموجود في السماء، ها هم يقتربون منه. لكن لماذا لا يتواجد على الأرض؟ إيش الإله غائب عن الأرض؟ لماذا لا يتواجد على الأرض؟ أوليست الأرض ملكا له؟ يعني كل الفكر الميتافيزيقي والأسطوري يحاول أن يقيم علاقة بين السماء والأرض، لكن هنا فصلها في السرد. لهذه الدرجة الأرض نجسة بحيث غادرها الله إلى السماء؟ يعني هل الله ارتفع من الأرض إلى السماء؟ هذه الرؤى العميقة يعني في هذا النص. يعني ينبغي أن يقرأ بصبر عالي جدا. أيضا لاحظوا سورة الوطن عنده في السرد، أنا أتحدث. يقول أن ينتمي المرء لكل مكان وأن لا يتعصب لأي مكان، قابلية التأقلم والاندماج لديه الكفيلة بتوسيع رقعة الوطن إلى أن يصل. وإذا كانت هوية كل شخص عندنا تتداخل في تكوينها هويات، يعني الوطن على صورته هو، على صورة بوزان، على صورة البطل الوطن عنده. نعم، ولذلك يقول إنه الوطن عنده هو الوطن الذي يمنحني الحرية والمعرفة. هذا هو الوطن. هنا هو يقتل الهوية الجغرافية أو الهوية المكانية، يبحث عن لا هوية فقط. الهوية هي الحرية، الهوية هي الإنسان نفسه. ولذلك بقول لكم فإن مفهوم الوطن لدينا ينبغي أن ينفتح على عدة أوطان. هذه نقطة. لاحظ في حوار الشخصية الرئيسية مع الطبيب لفت انتباهي أمر يعني التأملات عنده. تجارب البشر تتقاطع وربما تتشابه في بعض الحيثيات والتفاصيل، لكن يستحيل عليها التطابق مع ما أود قوله. لاحظوا العشق، كيف يفهم العشق وكيف يحدث تحولا في مفهوم العشق. لم يعد العشق كعشق الصوفيين. لاحظوا تحولات العشق ولها سيميائيات يعني أيضا لافتة تفتحنا على التأويل.
أرى في العشق أن العاشقين خطان متلازمان متقاطعان ومتعانقان كثعبانين. طبعا والثعابين ترى فيها رمز الحياة. النقطة في العشق كون، شوف الآن اللغة الصوفية، والكون في العشق نقطة، شوف الذوبان. يعني مين صار الكون الوجودي الفيزيائي ولا العشق؟ إلى أن يصل نقطة. المائل في العشق أقصر من المستقيم. المائل هذه لها دلالة، وأطول منه أحيانا. والخط المستقيم في العشق متعرج، خط المستقيم يتعرج في العشق، وعر وملتهب. الدائرة في العشق مثلث، شوف لو بده يوصل لنجمة داوود. الدائرة في العشق مثلث، والعشق والمثلث في العشق مثلثان متساويان الأضلاع كنجمة داوود. وحقيقة هذه النجمة تطور من مفهومها الديني كنجمة داوود إلى رمز للمرأة والرجل. صح ولا مش صح كاتبنا؟ صح. أشكرك أشكرك. على أي حال أنت بهدلت الراجل. على أي حال على أي حال أنا ما أردت أن أشير إليه أن خلف هذه اللغة نصوص محتجبة، معرفة ومرويات محتجبة وتحتاج إلى الحفر. هذه المرويات انعكست في بنية لغوية إحالية، يعني كل كلمة تستطيع أن تحيلك إلى مرجعية. وحقيقة أنا والله لم أقرأ النص إلا مرة واحدة، أنا وصلني من يومين قرأته مرة واحدة فقط. يعني يا دوب دكتور عادل طلعت الأمكنة والشخصيات ووظائف الشخصيات، يعني ما كتبت. فهذا يعني هذا النص يحتاج إلى حفر. يعني هاي يعني في بنية وعي عميقة جدا. هذا الرجل مهووس في بناء وعي لا يشبه الواقع، في الحفر عن المسكوت عنه، في الحفر عن المضمر في الثقافات. ولذلك يعني سر هذه الرواية يبدأ من البيت الدمشقي وهو يتأمل، ثم دخوله للمستودع، انتهاء بالوصية في النهاية. بالوصية في النهاية. والأمر دكتور عادل اللافت للانتباه أنه أبوه ثوري، لكن مات في مكان لا علاقة له بالثورة، بأحداث حماة 81. وهو أيضا لم يمت الثورة، مات لما دخل مقهى 2015 بفعل الإرهاب. يعني الموت حتى متشابه. على أي حال كل الذين ماتوا كل الذين ماتوا هكذا. نعم، يعني أموات غير مسببة بمنطق الرواية. ماتوا في اللاوطن، ماتوا في اللاوطن، في ماتوا في اللاوطن، وفي شيء ما لهم علاقة فيه. يعني نفس الخطاب الأيديولوجي، نفس الخطاب اللي كان الإخوان المسلمين بحماة ماتوا فيه، ثم الإرهابيين في فرنسا. نفس يعني هو يحاول أن ينفذ إلى أي وعي، يعني أي وعي يحكم هذا العالم، أي وعي يحكم هذا العالم. هو يحاول أن ينقد بعض أشكال الوعي، ثم يريد أن يعيد إنتاج وعي مفتوح هو إنسانية الإنسان المطلق، ونقد الخطاب الثقافي اللي تأسسنا عليه، سواء كان الأسطوري أو غيره. يعني أقول أمر أولغا حينما تعاملت مع شالاو، هي تذكرني أولغا تذكرني بالنموذج البدئي لملحمة جلجامش، شمخة مع أنكيدو، هي التي علمته وثقفته. ولذلك حينما انتقل من العقل الرعوي هذا إلى العقل الواعي، قال أن المعرفة قد تقتل. ولذلك الإنسان أحيانا قد ينتج وعيا يقتله. يعني الوعي أنتج القنبلة الذرية، الطائرات، الأسلحة الفتاكة. ولذلك قال أن المعرفة خطرة، يعني وكأنه يريد أن يعود إلى، يعني تمنى أن لا يعرف.
فدخوله من الطور الرعوي زي شتراوس من الحالة البدائية، يعني من الحالة البدائية إلى الحالة المعرفية الواعية، غيرت حياته. شكرا. يعني أنا ما عندي شيء مكتوب حقيقة. دكتور عاطف، شكرا دكتور عاطف. عندنا ان شاء الله دقيقه واحده بس. نقدر نقول ان الشاعر استطاع ان يزلزل وعي القارئ ويصل به الى مرحله الشك في الثابت في الجمود. طبعا وهذا اللي بده اياه، بده يخلخل ويزعزع الوعي. هون هو ثوابت. هو هذا اللي بده اياه. ولذلك اعلى مثلا من قيمه خطاب طه حسين قرأ الفتنه يعني. وهذه الكتب اللي بالصندوق كاننا نعيد انتاجها. ما هو مين عبد الله، مين عبد الله الراسب، ما هو امام الخوارج اللي قتل. مين؟ نعم، هو ينقض الخطاب الديني. يعني يقول لك بضغطه على وعي القارئ من خلال ذكره لطه حسين طبعا هذا، وكذلك بضمير الغائب لطه حسين اكثر من 25 مره. ليست يعني قلت لك هذا على يعني هذا النص يحتاج الى درجه عاليه من التقصي والحظر في الجذور. هو يمارس تفكيك على العقل العربي والوعي العربي والوعي الانساني حتى يعني وهذا التشابه. وبالمناسبه هو يعني حتى مفهوم القوميه الكرديه عنده كمان ايضا بحاجه الى قراءه في هذه الروايه. وشكرا. طيب شكرا جزيلا دكتور، شكرا بشكرك. طيب بقي ان نستمع الى الكاتب هوشن. تعطيني دقيقه يا هوشن يعني بعد الاعتذار. الحقيقه بالحفل كان في حوار لما سالوه انت كيف بتميز اللون، فهو بيقول يعني لما انت بتشعر بالحب وبتدفق الدم معناته اللون احمر، لما بتشعر بالبرد معناته اللون ازرق، لما الاصفر بيعطيك الطاقه، الاخضر لما بتكون بصوت الطبيعه. هذه طبعا تحجب وراءها فلسفه. يعني هذا العمى من شده النور. ولاحظوا في الروايه انه مساله العمى والسمع غير مبرر طبيا، اذا هو ليس عمى. في اللقاء الجنسي اللي كان مع زوجته وهو اعمى لم يكن، كان مختلفا وكان يعني كان جميلا جدا. هو لا يريد ان يتحدث عن المساله الجنسيه بقدر ما يقول ان العمى يحرك خيال الإنسان ويجعله يتسامى. هذا عمى التسامي، العمى اللي أيضا فلسفة السمع. يعني أنا أقول يعني لو في إنصاف هذه الرواية راح تفوز. بس بالنسبة للذين انتقدوا السرد، أصلا نحن ما يعنينا الحكاية، لا تعنينا كنقاد. ما يعنينا هو السرد، لأنه الكاتب يتمظهر في السرد. فلسفة الكاتب في السرد. أنا لم أشعر بإطالة، لم أشعر بإطناب بالسرد. يعني معلش هي نقطة مهمة جدا. أنا يعنيني بالرواية السرد، ما بتعنيني الحكاية. المبنى السردي وليس المبنى الحكاية. المبنى الحكاية أنا لخصته بصفحتين. القدرة الحقيقية بالرواية السرد هو ذو الحمولة الدلالية، هو اللي بيخليك تنفتح على قراءات. السرد هنا وجهة نظر الكاتب، وجهة نظر الراوي. أخطر ما فيها جماليات هذه الرواية في بنية السرد. يعني بنية السرد تحتاج إلى شغل. أنا لا أبحث في الشخوص أو أبحث في القصة، أبحث في السرد، لأنه هو يبني الشخصية أيضا من خلال حركة السرد. وكل شيء في السرد، كل نقطة تمهد لنقطة أخرى ورؤية أخرى. لغته عالية جدا بالسرد. يعني الإحالات فيها خطيرة جدا. بس اقرأوا أنتوا العشق شو بيعمل. بقول لك لا حاجة إلى رسل، لا حاجة إلى أنبياء. شوف لما بقول لك عن الإله الغائب، علاقة الأرض بالسماء. يعني هو الكاتب الروائي هو مش حكواتي. هو يريد أن ينتج الوعي، يريد أن ينتج واقع متخيل.
واقع آخر، واقع قائم على وعي جديد ونقد وعي، يعني هو في عنده جدلية. شكرا.